السلام عليكم، عواشركم مبروكه وعيد مبارك. بهذه المناسبه غنتكلموا على واحد المرض اللي كيتعلق بالعيد الكبير وبالاضحيه وكيفاش كيتعادل الانسان من هذاك الاضحيه وكتجيه هذاك الامراض اللي كتعرف بالاكياس المائيه. هذا المرض هذا متعلق بواحد البارازيت اللي كيتسمى الايكونوكوكوس، هو من عائله الايكونوكوكوس. هذاك البارازيت عنده ثلاثه مستضيفات كيتخبى في ثلاثه البلايص. كاين المستضيف الدائم اللي هو الكلب، يعني المرض ديما كاين في الكلب، وكاين المستضيف الوسطي اللي كيدوز من عنده المرض باش يعادي واحد اخر اللي هو الخروف، وكاين المستضيف العرضي ولا اكسيدونتيل ولا غنقولوا غير داز اللي هو الانسان كيتعادى بثلاث طرق، يا اما الماء ملوث بهذه الدوده اللي البيض ديالها بيضات في شي حاجه وقاست الماء، او لا مواد قاست البيض مباشره بحال مثلا المواد ديال التغذيه اللي قاسها شي كلب مريض، او لا باتصال مباشر مثلا مع الناس اللي عندهم الكلب ما واخدش الدواء ديالو. هذه الدوده هذه كتدخل وكتمشي لجسم الانسان وكتبيض خاصه واحد العضو هو العضو الاكثر عرضه اللي هو الكبد. كيمكن يتقاس الرئه، كيمكن يتقاس المخ، كيمكن العين، كيمكن الجلد، ولكن كيبقى الكبد هو العضو الاكثر عرضه لهذا المرض. الاعراض ديال هذا المرض كتتعلق بالعضو اللي مريض، وبزاف في الحالات كيكون يعني المرض صامت، يبقى مده طويله ما تيعبرش على راسو. داكشي علاش يعني الحالات اللي كتقاس في المغرب ما كيمكنش تحددها زعما بشكل منضبط. ملي كتقاس الكبد الاعراض كتكون على اما انتفاخ في الكبد، يا اما الم مستديم، يا اما يعني الحجم ديال الكبد كيعمر كامل، وفي بعض الحالات ملي كتكون يعني تطور الحاله وكدير تتطور وتحل مثلا داك الكره ديال الماء تحل في قنوات ديال الكبد دير لنا بوصفير، او تحل في الكرش دير لنا مثلا حاله مستعجله ديال الفتيح، او مهم حالات اخرى يعني متطوره. التشخيص ديال هذا المرض يعني بعد ما كيكون الطبيب دار الفحص السريري ديالو، التشخيص هو راديولوجي، كيكون بالتلفازه ليكوغرافي وبالسكانير، وفي بعض الحالات كنطلبوا ليغ. هذا التشخيص راديولوجي يعطينا الحاله ديال هذا الكيست، حيت كاين من تقريبا من كيست عادي الى كيست تحجر كتسمى حاله خامسه، وكاين الحاله الثانيه والثالثه والرابعه. هذا يعني التشخيص الراديولوجي كيترافق معاه مجموعه من التحاليل البيولوجيه باش نعرفوا يعني الحاله ديال التفاعل الجسم مع هذا الكيست واش موجبه او سلبه، ومن بعد ديك الساعه كيتم يعني توجيه المريض للعلاج اللي كما قلنا الركن ديال العلاج هو الجراحه. هذا المرض ديال الاكياس متواجد في المغرب بشكل يعني دائم. الانسان يرد باله يفحص الخروف ديالو مزيان، ولا بان ليه شي حاجه يعني كتستدعي انه يستشر مع شي واحد اللي كيعرف، ما يقيسهاش، ما ياكلهاش، يحفر في الارض ويلوحها، وما يلوحهاش، ما يخليهاش عرضه للكلاب، لانه غادي يقدروا يعاودوا ناس اخرين. وعواشركم مبروكه والسلام عليكم. بالنسبه للعلاج ديال هذا المرض خاصه هو علاج بالجراحه. واش نعطيكم غير واحد الرقم، من 1998 حتى 2003 تقريبا 23 ألف حاله اللي تفتحات في المغرب، باش نعطيكم الحجم يعني ديال الحالات اللي كانت كتفتح. دابا ما بقيناش كنفتحوا كما كنا شحال هذه الحالات لانهم تسجلوا شويه، ولكن كيبقى المرض دائم في المغرب وخاصه في العالم القروي، والجراحه كتبقى هي العلاج رقم واحد ديالو. كاين علاجات اخرى، علاج بالادويه او علاج يعني بطرق اخرى، ولكن كتبقى الجراحه هي الركيزه الاساسيه ديال العلاج. علاش هضرنا على هذا المرض؟ لانه كيخصنا نعرفوا انه الانسان ملي كيشري الخروف وتيقلبوا ويلقى فيه هذا النوع ديال الاكياس اللي تيكونوا في الريه ديال الخروف، حيد الريه يلوحها كامله، يدفنها في شي بلاصه، بعد ما يكون خوى عليها جافيل ولا الماء قاطع ولا على حسب كل منطقه وشنو كيديروا، يعني باش ما نتصلش بعود بالكلب اللي عاوتاني حتى هو غيتعدى وغيعادي اخر. لانه هذه الدوره كيخصنا نتدخلوا فيها احنا كاملين كمواطنين كاطباء وكذلك كبياطره، انه هذه العمليات هذو كنقوم بهم بسيطات، ولكن غيكون رد الفعل ديالهم على المجتمع المغربي ان شاء الله كبير بزاف.